حلو يا اخواتي. معانا النهارده كيس جيلي كده على القد. معايا كوبايه ميه بارده وكوبايه ميه سخنه، وفتحنا كيس الجيلي ودعبست كده في التلاجة. لقيت تفاحيه قشرتها وقطعتها قطع كده زي ما انتم شايفين. هجيب كوبايه انزل بيها كده على انزل كيس الجيلي كده في الكوبايه. بسم الله. وادوب الجيلي معايا كده بالميه السخنه زي ما انتم شايفين. افضل كده اقلبه لحد ما يدوب كله. انا بقى يا حبايب قلبي ضفت له 4 معالق من السكر كده، اللي عايز يضيف يعني حاجه مسكره، ما يبقى مسكر ازاي؟ فروحت قلت كده نعمله مسكر. وهو بقى في ميه السخنه كده تدوبي السكر في الجيلي كده كويس في قلب الميه كويس كده. بعد كده يا حبايبي هننزل كده بكوبايه الميه الساقعه وتكملي كده تقليب كويس. وجبت بقى بتاعه الكب كيك كده، وهبدا ارص التفاح بتاعي بطريقه عشوائي زي ما يجي معانا باي رسمه. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هبدا بسم الله انزل بالعصير بتاعي او الجيلي كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله الشكل جميل شهي ويفتح النفس. طبعا بقى هنروح نحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات. بصوا يا حبايب قلبي الجيلي بتاعي اللي في الكب كيك اللي انا عملته بعد ما سقعته في التلاجة بقى متماسك ازاي وجامد ازاي ما شاء الله. وهنا بقى يا حبايب قلبي كده هقلب كده الكب كيك بتاعنا. بسم الله ان شاء الله يبدأ ينزل كده بإذن الله. يا رب بقى يا رب يا رب يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. الله على الجمال. شايفين ما شاء الله طبقة الجيلي الجميلة او الكب كيك الجيلي الجميل اهو. شايفينه ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده تفتح النفس. يلا قومي فرحي اولادك واعملي لهم الجيلي بيرقص. وهنا بقى يا حبايبي كده ابداي قطعيه كده وطلعي منه على اطباق عشان تقسمي منه براحتك على اولادك اهو يا حبايب قلبي. بصوا شايفين ما شاء الله شكلها بعد ما اتقطع كده قطع وتحتيها قطع التفاح. عندك موز زيني بيه، عندك اي فواكه حلوه خوخ بتاع اهو ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بتجري يا اولاد اهو. قطعته كده زي ما انتم شايفين. يلا يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الرحمن.